لو صليت على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات او في اي منشور على الفيسبوك او في تعليقاتك على اليوتيوب او تويتر او ماسنجر او اي حاجة، لو كتبت آية قرآنية في منشور او في تعليق على اي منصة، هل هتاخد على ده اجر؟ انا سألت في الموضوع ده دار الافتاء المصرية واجابتني، قالوا انك انت لو كان قلبك حاضر وذكرت الله سبحانه وتعالى، يعني قلت الآية القرآنية دي بقلبك او بلسانك وانت هتكتبها بايدك، هتاخد على الاجر والثواب. لو انت هتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في اي تعليق او في اي منشور وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام وانت هتكتب بلسانك او بقلبك، هتاخد الاجر الصلاة على النبي دي اللي انت كتبتها بايدك. يعني ما ينفعش تكتب آية قرآنية او تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات او في اي منشور غير لما تبقى بلسانك او بقلبك بتتفاعل مع ايدك وهي هتكتب، علشان تاخد الاجر والثواب. لا ايدك بس اللي هتكتب كده من غير اي مشاعر، فهم قالوا الله اعلم ده هل هتاخد في اجر او لا. فعشان تتاكد من انك انت تاخد الاجر والثواب يبقى بلسانك وبقلبك تذكر ربنا وتصلي على النبي وانت هتكتب الكلام ده كله بالتاتش بتاعك. زي كده برضه مشاركة الفيديوهات اللي تحتوي على تلاوات قرآنية أو مشاركة الفيديوهات اللي تحتوي مثلا على أذكار أو صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، كل الكلام ده لازم تبقى متفاعل معاه بلسانك وبقلبك وأنت هتشاركه، علشان خاطر تاخد أجر والثواب منه ومن ورا الناس اللي هتشوفه. فحط قاعدة معاك، جيت تصلي على النبي على أي منشور دعاك إنك تصلي على النبي أو تذكر ربنا في أي منشور دعاك إنك تذكر ربنا فيه أو تتفاعل مع أي آية قرآنية، يبقى أنت خد أجرها بإنك تقرا الآية بلسانك أو تقراها بقلبك وصلي على النبي بلسانك وبقلبك وأنت هتقرا التعليق أو أنت هتكتب أي تعليق يشمل ذكر الله أو الصلاة على النبي، علشان تاخد الأجر والثواب. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.